8/12/2012 دير الزور، أحد قناصي الجيش الحر. السلام عليكم أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الأحوال إن شاء الله؟ الحمد لله بألف خير. ممكن تعطينا فكرة عن الوضع الميداني هنا؟ الوضع الميداني الحمد لله رب العالمين مسيطرين على المنطقة تماما، والحمد لله كل يوم في قتل كلاب الأسد. نعم. والأمور الحمد لله جيدة، وإن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله. بإذن الله تعالى. نعم إن شاء الله. الحمد لله. نعم. القصف متواصل على حي. قصف متواصل ليلا نهارا. نعم. شكون الآليات الثقيلة اللي تشوفون؟ طبعا آليات الدبابات، العربات الBMP. نعم. إضافة إلى القصف الهاون، المدفعية، راجمات الصواريخ، وطبعا في قنابل فيها مادة تعطي شكل خيوط، هاي غير معروفة لدينا. نعم. بدنا خبراء لهالموضوع هذا يتحققون منه. أيوة. والحمد لله الوضع تحت السيطرة حاليا. الحمد لله رب العالمين. هذا هو خط النار المتواجد به قوات الجيش السوري. نعم نحن موجودين الآن على خط النار، وما في بيننا وبينهم أمتار، والحمد لله رب العالمين هم مخابئهم كالجرذان. نعم. نحن الحمد لله رب العالمين نقنصهم بشكل يومي، والأمور الحمد لله جيدة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. 8/12/2012 دير الزور، أحد القناصين المجاهدين في حي الجبيلة شارع الرديسة.